السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومستمعين قناة جت العارضة، أهلا وسهلا بيكم. معاكم إسلام سعيد، وإن شاء الله الفيديو دوت هتكلم عن مباريات النادي الأهلي في شهر مارس عام 2019. قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر أتمنى منكم تعملوا لايك وشير الفيديو وتعملوا اشتراك على القناة. سيخوض فريق الأهلي 4 مباريات في شهر مارس ويختمها بمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، ويفتتح الأهلي مبارياته في مارس أمام بتروجيت، والمباراة تبقى اليوم في موقعة يحتاج بها مارتن راسلتي المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على الدوري ومطاردة بيراميدز ووصيف الدوري والزمالك المتصدر. ولعب النادي الأهلي بعد ذلك بعد مباراة بتروجيت مواجهة قارية أمام فيتا كلوب الكونغوري ضمن منافسات الجولة الخامسة ودور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019. واستمر النادي الأهلي في رحلته الإفريقية إذا يواجه شبيبة الثورة الجزائري في ثالث مبارياته خلال الشهر الجاري شهر مارس، وذلك في آخر جولاته في دور المجموعات. ويعود النادي الأهلي من أفريقيا يرتاح مؤقتا في فترة الأجندة الدولية التي سيخوضها خلال منتخب مصر مباراتين، أولها أمام النيجر في الجولة الأخيرة بتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا عام 2019، وثانيها ودية أمام نيجيريا. وتأهب الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية والعودة جميع لاعبين المنضمين للمنتخب، ويأتي على رأسهم عمرو السولية. هنروح مع بعض المواعيد بالتفاصيل. الأهلي هيلتقي مع بتروجيت في الدوري، ودي المباراة هتقام الاثنين اليوم 4/3/2019 الساعة 7 بتوقيت القاهرة. أما المباراة التانية هتبقى مباراة النادي الأهلي وفيتا كلوب، ودي هتبقى يوم السبت 9/3/2019 في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة. أما موعد مباراة النادي الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ودي هتبقى يوم 16/3/2019 الساعة 6 بتوقيت القاهرة. أما المباراة الأخيرة بتاعت النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز المصري، والمباراة هتتلعب دي مباراة مؤجلة من ضمن منافسات الجولة 17 الدوري الممتاز المصري، وهتبقى يوم 30/3/2019 في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة. في النهاية لو الفيديو عجبكم أتمنى منكم تعملوا لايك وشير الفيديو وتعملوا اشتراك على القناة، وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مبارياته الشهر مارس من 2019. أتمنى أشوف توقعاتكم من مباراة النادي الأهلي في الشهر دوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.